لو بتشتغل بقى في التسويق العقاري أو حتى لو بتفكر تدخل المجال ده، عندي ليك خبر مهم جدًا، هيغيّر شكل الbusiness بتاعك تمامًا. بس قبل بقى ما أقول لك على الخبر ده، خلّيني أسألك الأول سؤال واحد بس. هو مش أي شركة عقارية أو brokers حتى بيبقى عنده مشروعات وعايز مشروعاته توصل لأكبر عدد من العملا اللي عندهم جدية ونية شرا، ويبقى عايز يقفّل بيعات أكتر؟ طيب السؤال بقى إزاي نوصل للعميل اللي بيدوّر علينا مش إحنا اللي بندوّر عليه؟ أيوه زي ما سمعت كده، هو اللي بيدوّر علينا وعنده كمان نيّة شِرا حقيقية. الإجابة ببساطة شديدة جدًا في الصورة اللي قدّام منّك دي. دي مش مجرّد أرقام، دي نتايج وواقع، دي آلاف الزيارات المستهدفة، دي مئات العملاء اللي بتشتري مش بتتفرّج. زي ما أنت شايف رأس الحكمة، بالم هيلز، المستقبل سيتي، ماونتن فيو، أكبر شركات موجودة في السوق المصري. اللي قدّامك ده أكبر شركات عقارية موجودة في مصر. عندها مشروعات عقارية ضخمة. قدرنا عبر الاستراتيجية بتاعتنا إن إحنا نوصل لأول 3 أو 5 نتايج. إحنا كمان متصدرين في أكتر من 94 مشروع عقاري في السوق المصري، من الساحل الشمالي وراس الحكمة للتجمع وزايد وأكتوبر، مرورا باسكندرية وصولا للعاصمة الإدارية. في كل حتة هتلاقينا موجودين وبقوة في نتائج محركات البحث. ده بقى مش صدفة، لا دي خطة تسويق فعالة ناجحة مجربة. اللي قدام منك دي جزء بس منها بيعتمد على محركات البحث، الباقي بقى عبارة عن إعلانات مدفوعة مخصصة للعقارات، حملات إيميل ماركتينج، وكمان بنستخدم أدوات قياس وتحليل عشان نتأكد إن إحنا نجحنا وحققنا اللي إحنا عايزينه. اسمعني بقى كويس جدا، أنت كشركة عقارية أو بروكرز أو حتى مهتم بالتسويق العقاري، أكيد عندك مشروعات كتير ومش عايز تصرف كتير في الإعلانات. عشان كده أنت محتاج تركز على تحسين نتائج محركات البحث. ليه؟ لأن العميل اللي بيدور عليك هو اللي بيشتري. العميل اللي دخل على جوجل عايز وحدات سكنية أو فيلل بالم هيلز أكتوبر، ده عميل اللي عنده قرار شراء جاهز وبيدور وبيقارن. عميل بيبحث عنده مشكلة، عميل جاهز وفر عليك مجهود كبير قوي في إقناعه. أنت بقى سايبه لمين؟ أنت بتحصل على عميل أورجانيك يعني مجاني. لما موقعك ومشروعاتك تتصدر نتائج محركات البحث تبقى في الصفحة الأولى في جوجل على الأقل، أنت بيجيلك عميل مجاني بدون ما تدفع أي فلوس بالمقارنة بالإعلانات الممولة. أنت متخيل عميل جاي بيشتري عقار وأنت عارف يعني إيه عقار وما دفعتش فيه 1000 جنيه واحدة؟ ده غير إن العميل لما بيشوف موقعك ومشروعاتك في محركات البحث بيثق فيك أكتر. صدقني الاستثمار ده طويل الأمد، على عكس الإعلانات المدفوعة اللي بتختفي بمجرد ما توقف الدفع. لما تحسن نتائج محركات البحث للمشروعات العقارية بتاعتك هتلاقي عملاء جادين من 3 شهور ل9 شهور. وطول ما أنت بتحسن المشروعات بتاعتك طول ما الموضوع مكمل معاك. صدقني لو التزمت بالخطة دي واشتغلت على تحسين نتائج محركات البحث هتوصل للنتائج دي وأكتر منها كمان. أنا هنا عشان أساعدك تحقق ده وتوفر على نفسك سنين من التجارب نجحنا فيها شوية وفشلنا فيها شوية لغاية ما عرفنا الطريق فين بفضل الله. عموما الفيديو ده عبارة عن نتائج بتقول لك إن ده واقع وخطة عمل مش كلام نظري وينفع إن أنت تحققه. كمل بقى معانا وكل يوم هنزل لك جديد بإذن الله.